هنبدأ فيلمنا مع تشاك، واللي بيكون شغال في شركة فيليكس الدولية لخدمات الشحن السريع، وبيكون موجود في مخزن في مخازن الشركة علشان يحل مشكلة التأخير اللي هناك. وبتتصل بيه كيلي مراته علشان تطمن عليه، وبيقول لها انه هيرجع قريب، وبيتكلم مع ستان صاحبه وبيطمن على مراته اللي طلع عندها كانسر. وبتتحرك الطيارة وبيوصلوا بالسلامة مع كل الطرود، وبيتصل بمراته بس مش بترد، فبيروح لها شغلها وبيطمن عليها، وبيرجعوا مع بعض البيت. وبيجي يوم الكريسماس وبيكون مقرر انه هيقضيه مع عيلته، بس بيجيله شغل مفاجئ وبيقعد مع مراته علشان يعيد ترتيب مواعيد. وبتقول له كيلي انه لازم يكون معاها في السنة الجديدة. وبيوصل للمطار وبتديله كيلي ساعة فيها صورتها، وبتقول له انها كانت بتاعة جدها وانها عزيزة عليها جدا، وهو بيديها هديتها وبيقول لها انها تفتحها في السنه الجديده لما يكون معاها. وبيودعها وبيطلع على طياره البضايع، وبتعدي من فوق المحيط الهادي، وبتكون في مطبات هوائيه بس مش بتاثر على الطيار المساعد علشان يلحق تشاك ويديله الجهاز التنفس الصناعي. وبتكون الطياره بتقع بسرعه شديد، وبيلاقي تشاك الساعه اللي ادتها له مراته واقعه قدامه، فبيحاول يجيبها. وفي الوقت ده الطيار المساعد بيتخبط في دماغه وبيقع قدام تشاك، وبيحاول تشاك انه يساعده، بس فجاه بتنزل الطياره في البحر وبتدمر في المحيط. وبيكون تشاك قاعد في المركب الهوائي في نص البحر وسط العاصفه، وبيفضل قاعد في المركب لحد ما بيخبط المركب في صخر. وبيبص تشاك فبيلاقيها جزيره، وبيفضل نايم في المركب لحد ما النهار بيطلع عليه، وبيشوف جهاز الرسائل بتاعه بايظ هو والساعه. وبيلم في الطرود الواقعه من الطياره وبيكتب كلمه هيلب يمكن حد يشوفها وينقذه. وبيجي عليه الليل وبيكون فاضل ماسك خشبة في ايده لغاية ما بيغلبه النوم. وبيصحى تاني يوم بيلاقي الكلمة اتمسحت من الموج، فبيكتبها في الشجرة علشان تبقى واضحة وما تتمسحش. وبيفضل يلم في الطرود اللي بيلاقيها على الشط، وبتقع عليه جوز هند فبيفتحها ويشرب اللي جواها. وبيتمشى في الجزيرة وبيلف حاجة على رجله علشان ما يتجرحش، وبيوصل لأعلى حتة في الجزيرة وبيلاقي جثة الطيار، فبيقرر انه يروح يدفنه وياخد جزمته يستفاد بيها هو. وبيلاقي كمان كشاف، وبيبدأ تشاك انه يتأقلم على حياته في الجزيرة، وبيحاول انه يجمع مية المطر في جوز الهند، وتعلم صيد السمك في البحر علشان يقدر ياكل ويشرب. وبالليل بيلاقي سفينة معدية وبيحاول انه يشاور لها بالكشاف بس ما بتشوفوش. وبيجي الصبح وبياخد تشاك المركب بتاعه وبيحاول يبعد عن الجزيرة، بس بيلاقي موجة كبيرة وبتقلب المركب وبتنزله على اعشاب في البحر، بتقطع المركب وبتعوره في رجله. وبيرجع للجزيرة تاني وبيكون في عاصفة قوية، فبيروح يستخبى في كهف في الجبل، وبيشغل الكشاف بتاعه وبيلاقي قدامه شوية مية فبينزل يشربها، ومن التعب بينام. وبيصحى الصبح وبيكون الكشاف بطاريته خلصت علشان هو شغال طول الليل. وبيخرج من الكهف وبيبدأ يفتح في الطرود اللي جمعها يمكن يلاقي فيها اكل او شرب او اي حاجه ممكن تفيده. وبيلاقي شرايط فيديو وكره يد وجزمه التزحلق على الجليد، بس بيجي لاخر طرد وما بيرضاش يفتحه. وبيستغل الحاجات اللي لقيها وبيستخدمها علشان تهون عليه العيشه، وبيحاول انه يولع نار. وبياخد يوم كامل بيحاول انه يولعها لغايه ما بيعور نفسه ضد اعصابه، وبيتعصب على الحاجات اللي حواليه. وبيرمي الكره بعيد وبيروح يغسل ايده في البحر وبيلفها بقماش. وبعد ما بيهدى بيبص على الكره اللي رماها وليه ان ايده عامله زي الوش على الكور، فبيعمل لها عينين ومناخير كانها وش انسان، وبيحطها قدامه وبيتكلم معاها على اساس انه صاحبه علشان مفيش حد قدامه يتكلم معاه. وبيحاول انه يولع نار تاني، بس المره دي بينجح وبيبقى فرحان جدا لدرجه انه بيرقص حوالين النار. وبالليل بيقعد يشوي سمك وبياكلوا مع صاحبه ويلسون الكوره، بس بيحس تشاك بألم شديد في ضرسه، بس بيكمل اكل. وبيقول لويلسون ان الطياره وقعت بسبب قوه الرياح فانحرفت عن مسارها، وما لحقوش يبلغوا برج المراقبه علشان كده محدش هيجي يساعدهم. ومن تاني ضرس تشاك بيوجعه جدا، ومن شدة الألم مش بيقدر ياكل، وبيضطر إنه يخلع ضرسه بسن جزمة التزلج علشان يتخلص من الألم. وبيخلع ضرسه وبيغمن على تشاك من شدة الألم، وبيفضل على الجزيرة. وبعد 4 سنين بيكون شكل تشاك اتغير جدا، وبقى متأقلم على حياته في الجزيرة وبقى يصطاد بكل سهولة. وفي يوم بيلاقي باب من كابينة موجود على الجزيرة، وبياخده وبيفكر انه ممكن يعملوا شراع لمركب. وبياخد رأي ويلسون وبيقول له ان الباب ده ممكن يكون الحل، وبيكسر تشاك من النخل اللي حواليه عن طريق سن جزمة التزلج. وبيبدأ انه يعمل المركب بتاعه، وبيقدر انه يعرف الشهور اللي فيها مد وجذب قوية علشان يختار افضل وقت علشان يعرف يتحرك فيه براحته. وبيرجع الكهف وبيقول لويلسون انه لازم ينجح المرة دي، وانه مش هيقضي بقية عمره على جزيرة بيكلم كرة لغاية ما يموت. وبياخد ويلسون وبيرميه بره الكهف، بس مش بيعرف يقعد من غيره، وبيطلع يدور عليه وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيلاقيه، وبيعتذر له وبيقول له انه مش هيمشي من غيره. وتاني يوم بيجهز المركب للابحار، وبيكون لسه محتفظ باخر طرد لانه كان مديله الامل انه في يوم هيوصله بيت ويوصل الطرد لاصحابه. وبيستنى لحد ما تيجي الريح بنفس الاتجاه بتاعه، وبيكتب على صخره انه قضى على الجزيره 1500 يوم، وانه قرر يسيبها علشان يرجع لمراته اللي بيحبها. وبيبدا يجدف من المركب بتاعه ومعاه صاحبه ويلسون، وبيحاول يعدي الموج لحد ما بتيجي موجه عاليه، وبيرفع تشاك
الكابينة علشان يساعدوا الهوا انه يعدي من الموجة الكبيرة لغاية ما بيقدر يعدي منها هو وصاحبه ويلسون، وبيبتدوا من الجزيرة لغاية ما بتختفي من قدامهم. وبيكون تشاك مجهز جوز الهند علشان يخزن فيه مية المطر علشان يشربوا بعدين. وبيقضي ايام في البحر وبيشوف حيتان كانت معدية من جنبه، وبينزل يصطاد اكله من البحر. وبيشد الجو جامد وبيكون في عاصفة جامدة لدرجة انها بتخلع شراع المركب. وبيحاول تشاك انه يتمسك بالمركب على قد ما يقدر، وبتهدى العاصفة وبينام تشاك وبيصحى تاني يوم ومش بيلاقي ويلسون جنبه. وبيدور عليه لحد ما بيلاقيه بعيد عن المركب، وبينزل في البحر وبيحاول يوصل له بس بيخاف ان المركب تبعد عنه وما بيقدرش يرجع له تاني. وبيفضل يصرخ وينادي عليه وهو في قمة الحزن، وبيتأسف له انه ما عرفش يلحقه. وبيفضل نايم في المركب لحد ما بيلاقي سفينة معدية من جنبه. وبعدها بيجي اتصال لكيلي وبيقولوا لها ان جوزها عايش واللي بيغمن عليها من الصدمة.